ركزت على الجانب استرجاع الثروة البدنية بالنسبة للعناصر التي لعبت يوم أمس أمام المنتخب البلجيكي، فيما العناصر التي لم تشارك في مباراة يوم أمس فكذلك خاضت تدريب جماعية، وبذلك تقسيم عناصر المنتخب الوطني المغربي لمجموعتين من اجل اليوم كما قلنا التركيز على هذا الجانب. وكنعرفوا بعد المباراه سي مشعل مبارك هذه امور اللي اعتياديه بالنسبه لمجال التدريب، خصوصا انه يعني اللقاء اللي كان لقاء فيه الحضور بدني، فيه امور للاعبين كيحاولوا الان ما امكن يخرجوا منها بعد ضغط المباراه بطبيعه الحال. بطبيعه الحال هذه مفاهيم كاينه في كره القدم، يعني اللاعبين دائما اللي كيلعبوا المباراه يعني الحصه التدريبيه اللي كتكون من بعد يعني ما كتكونش حصه كتكون حصه استشفائيه بالنسبه للاعبين اللي لعبوا، واللاعبين اللي ما لعبوش فكيكون المده ديال التدريب ديالهم اكثر من اللاعبين اللي لعبوا المباراه. ولكن هنا كتعرف بان ما كاينش واحد الوقت طويل ما بين المباريات، يعني هنا كتبحث على الثروه البدنيه. نتمنى ان شاء الله المنتخب يكون في الجاهزيه ديالو ان شاء الله. صح، وكنتابعوا الحصه التدريبيه عرفت حضور ولات توتر داخل الفريق، ولاو يعني اللاعبين ما بقاوش يعني اليز، يعني كيبقاو تيهضروا مع بعضياتهم، ولات النرفزه حاضره، يعني تلقاو الهدف الثالث الهدف الرابع ولا واحد انهيار يعني رهيب في المنتخب الكندي. يعني المدرب ديكلاراسيون دار هو حر، يعني هو تيقول بابا يحفظ الماء الوجه ديالو، ولكن حنا ضل العناصر الوطنيه كيف ما شفنا لي ديكلاراسيون ديالهم، يعني تيقولوا حنا كناخذوا ماتش بار ماتش، وتيبين يعني ملي كتلقى هاد اللعابه هادو اي سون بري او نيفو مونطال. علاش؟ لانه كيعرفوا شنو التحديات. لعبتي مع فيس شامبيون، لعبتي مع المنتخب ديال كرواتيا، لعبتي مع دوزيام موند في لو كلاسمون المنتخب ديال بلجيكا، وثالث النسخه الماضيه اللي فاز على انجلترا على الانجليز يعني بكل صراحه. وليد يلفا طرون كرون ترافاي. نتمناو حنا ديما وراء الاسود الاطلس، وحنا كنعرفوا لان هو في ديكلاراسيون ديال العناصر الوطنيه انه باغيين يدخلوا البهجه على الشعب المغربي وكذلك على ملك البلاد نصره الله. إذا آخر بالنسبة للصور كما تتابعون بالنسبة للحصة التدريبية اللي كانت هذا اليوم للمنتخب الوطني المغربي، كانت بملعب التحيل. معنويات كما قلنا لكم معنويات جد مرتفعة بعد الانتصار الذي حققه الأسود يوم أمس على المنتخب البلجيكي، في انتظار اللقاء المقبل وفي انتظار كذلك شيء هو جواد اليميع. لان جواد اليميع ربما تعطاتو التعليمات انه يبقى مراقب روميرو لوكاكو. ملي شاف قبل دار شونجمون قبل ما يدخل لوكاكو، لان غيوليو يلعبوا بدوزا سونتر، ضروري خصو يدخل يكونوا ثلاثه المدافعين مع جوج المهاجمين. هو ربما من حتى التعليمات اللي تعطاتو نضيق الخناق على روميرو لوكاكو. بطبيعه الحال كما قلت لك انا الجاهزيه الحمد لله كتبان في اي لاعب كما كان كيدخل كيأدي داكشي اللي عليه. وكما قلت لك انا راه الحاجه الوحيده اللي فرحان لها هو بان ديك الروح رجعت للمنتخب الوطني عكس السنوات السابقه. كنظن كنشوف حتى اللاعبين في التمرين يعني كيتماسحوا مع بعضياتهم، ولكن ملي كتكون وقت الجد راه كيكونوا في يعني ملي كيكون وقت الجد وداك الشيء هذا راه كيكونوا بري. فكنتمنى ان شاء الله هذه الفرحه هذه تدوم بعد انتصار ضد المنتخب البلجيكي، وان شاء الله تختم ان شاء الله بالتاهل ديالنا للدور المقبل ان شاء الله. ذلك ما نتمنى. على ضوء ذلك سي حمود بن الان المقابله الثالثه ستختلف كذلك ربما عن اللقاء الاول والثاني. واش لقاء سندخله بضغط، خصوصا المنتخب الكندي ما عنده الان ما يخسر وخارج كما يقال المنافسه، هذا غيخليه يلعب من اجل انه يبحث على نتيجه ايجابيه ينهي بها دور المجموعات. هنا كيفاش انت ربما كمدرب نتحدثوا كاطار، يعني كيفاش كتشوف كيفاش